السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونوحد الله لا اله الا الله. عندي هنا زي ما انتم شايفين كده، دي كمية من البصل على حسب طبعا الكمية اللي انت عاملاها. انا مقطعاها شرايح كده زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها معلقتين كبار نشا، وهبتدي ان انا اغلفهم كويس كده بالنشا. اهم حاجة وانتي بتعمليها تبتدي ان انتي تفككيها من بعض كده عشان تبقى منفصلة يعني. بعد ما غلفتهم في النشا كده زي ما انتوا شايفين، حاطه زيت بيسخن على النار. اول ما سخن هبتدي ان انا انزل كميه من البصل، بس مش هحطهم فوق بعضهم، يعني مش هامله الطاسه على الاخر. هحط شويه كده زي ما انتوا شايفين وهسيبهم شويه لحد ما يبتدوا ان هما ياخدوا لون ذهبي. كده حطيت الكميه اللي انا عايزاها في الطاسه، هفردهم بس كده، وبعد كده مش هقلبها تاني غير لما احس ان هي خدت لون ذهبي. هنا كده زي ما انتوا شايفين بدأت ان هي تاخد في اللون الذهبي. هبتدي بقى ان انا اقلبها واحده واحده عشان كلها تاخد لون واحد مع بعض، ما بقاش جنب واخد لون وجنب لا. النشا بتخلي البصله مقرمشه وما بتتحرقش بتحطيها في الزيت. كده بعد ما اخدت اللون الذهبي هبتدي ان انا اصفيها واحطها على حاجه واسعه. هصفيها بقى واطلع الكميه واخلص كمية. هخلص الكميه كلها واجيلكم. بفردها كده زي ما انتم شايفين. ده كده بعد ما خلصت الكمية كلها، بصوا كله مقرمش وحلو جدا، واخد لون ذهبي فاتح، مش محروق ولا طعمه محروق ولا اي حاجة. هحطه بقى على جنب، وبعد كده هحط حلة على النار. فيها ربع ده ربع كيلو عدس بجبة، غسلته كويس ونقيته من اي طوب او اي حاجة فيه، وحطيت له مية، وحطيت رشة كمون. هسيبهم على النار شوية، يغلوا على نار عالية، وبعد كده ههدي النار. ده كده زي ما انتوا شايفين سبتهم يغلوا على نار عالية، وبعد كده بقى هديت النار وهسيبه يكمل سواء على نار هادية. ده كده بعد ما استوى هحطه بقى على جنب، لحد ما عشان نكمل باقي الأكلة. هنا ديت مكرونة اللي هي العقل الصغيرة، او المقصوصة، ومكرونة سباكيتي. حاطة مية المكرونة بتغلي على النار، وحاطة فيها معلقة كبيرة ملح ومعلقتين كبار زيت. اول ما المية غلت كده زي ما انتوا شايفين هحط عليها المكرونة. بعد ما حطيت المكرونة هديها تقليبة وهسيبها 7 دقايق تتسلق زي ما كل كيس. كده دي المكرونة بعد ما اتغسلت وشطفتها كويس، حطيت عليها معلقتين 3 كبار زيت، وهبتدي ان انا اغلف بيهم المكرونة عشان المكرونة ما تعجنش في بعضها وتلزق. الزيت لما بحطه بيخلي المكرونة مفلفلة كده، وكل واحدة ماسكة في، يعني كل واحدة لوحدها، مهما تقعد معاكي ما بتلزقش في بعضها. هغلفها كويس كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هغطيها واركنها على جنب. هنا بالزيت بتاع البصل حطيت شوية زيت، واول ما الزيت سخن هنزل عليه بالصلصة على طول. الصلصة هنا انا مصفياها. بعد ما عملتها هحط ملح وكمون وفلفل اسود ومكعب مرقة ومعلقة كبيرة من البصل اللي احنا حمرناه. جربي حطي البصل في الصلصة بتاعت الكشري، بجد بيبقى طعمه حلو جدا، بيديها طعم تحفة. كده بعد ما حطيت البهارات والحاجة ههدي النار عليها، واسيبها تغلي شوية، تكمل تسبيكتها على نار هادية. بعد ما سبت الصلصة فيها شوية زيت، حطيت شوية زيت في الطاسة وحطيت عليهم معلقة كبيرة توم، وهبتدي ان انا اقلب في التوم كده واحدة واحدة عشان خاطر ياخد لون ذهبي. بس اهم حاجة في التوم ان ايدك تبقى فيه عشان خاطر ما يتحرقش.
انا هقلب فيه لحد ما ياخد اللون الذهبي بس. كده زي ما انتم شايفين بقلب فيه. هنا بدأ يتحمر معايا اهو. اهم حاجة وانتي بتعملي التومة تبقى ازازة الخل جنبك. بصوا زي ما انتم شايفين اهو بدأ ياخد اللون الذهبي. انا حاطه ازازة الخل جنبي. اول ما خد اللون الذهبي ده كده هروح حاطه الخل على طول. حطيت حوالي ربع كوباية خل، اديتها تقليبة كده، وبعد كده بقى هروح حاطه الطشة دي على الصلصة. ممكن تعملي الطشة ديت الاول وتحطي عليها الصلصة، او ممكن تعمليها لوحدها في طاسة وتحطي الصلصة. براحتك خالص، بس انا بحب الطريقة ديت يعني. هسيبها بقى مع نفسها عقبال ما نعمل الرز. هنا برضو حطيت من الزيت بتاع البصل. الزيت بتاع البصل بنعمل بيه الاكله كلها. حطيت الزيت بتاع البصل وحطيت الشعريه، وهبتدي ان انا اقلب كده لحد ما الشعريه تاخد معايا لون ذهبي، كانك بتعملي رز عادي. زي ما انتم شايفين كده الشعريه بدات تاخد معايا اللون الذهبي. اهم حاجه ايدك تبقى فيها عشان كلها تبقى واخده لون واحد، ما يبقاش جنب متحمر قوي وجنب لا. كده هي خلاص بتاخد اللون اللي انا عايزاه اهو. اول ما خدت معايا اللون الذهبي هحط بقى عليها الرز. ده كيلو رز مغسول ومتصفي كويس. هقلبه بقى مع الشعرية. وبعد ما قلبته كويس كده مع الشعرية هنروح جايبين بقى العدس اللي كنا سلقناه وهحطه عليه. زي ما انتم شايفين كده قلبت الرز شوية مع الشعرية ورحت حاطة العدس. بعد كده بقى هقلبه شوية مع العدس، وبعد كده هحط المية والملح كأني بسوي رز عادي. كده بعد ما قلبته شوية هحط بقى المية بتاعة الرز كأنك بتسوي رز عادي. هنسيب عقلة صباع فرق. كده بعد ما حطيت المية هحط بقى الملح وهسيبه يستوي مع نفسه. اول ما يغلي ههدي النار عليه. هنعمل بقى مع بعض الدقة. هنا حطيت معلقة كبيرة توم، وحطيت معاها كمون. هنا حطيت المعلقة الصغيرة خالص بتاعة التوابل. حطيت كمون وحطيت كزبرة. وهنا هحط ملح. معلقة كبيرة توم ومعلقة صغيرة بالمعالق بتاعة البهارات توم معلقة كبيرة توم وكزبرة وكمون وشطة وملح. وحطيت شوية خل، وهقلب ده كله كده مع بعضه. هكون مسخنة مية، هزود مية سخنة. هنا كده زي ما انتم شايفين بزود عليها مية سخنة. بعد ما زودت المية بقى الملح وكل حاجة هفضيها بقى في ازايز. كده فضيتها في ازايز كده زي ما انتم شايفين خدت معايا ازازتين. هعمل بقى الشطة بتاعت الكشري. هنا حطيت نص كوباية زيت عليها معلقتين كبار شطة.
اول ما سخنوا هروح نازله عليهم بالصلصه بتاعه الكشري اللي كنا عاملينها مع بعض. بجد الشطه دي بتبقى طعمها تحفه، بتخلي طعم الكشري كده كأنك بتاكليه من المحلات بالظبط. كده بعد ما حطيت الصلصه هسيبها تغلي غلوه على النار، وبعد كده هقفل عليها. ده الرز بعد ما استوى هنغرف بقى الاطباق. هحط الرز الاول، هحط الرز وبعد كده هحط عليه المكرونه. بصوا المكرونه لما حطينا عليها الزيت لما بتقعد فتره ما بتبقاش ماسكه في بعضها، بتبقى الواحده بوحدتها. حطيت المكرونه كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا ما بحطش الصلصه على الطبق نفسه، كله الصلصه اللي عايزها بيحطها. بحط الرز والمكرونه والبصل بس، ولو عندك حمص بتحطيه. ده كده شكل الاكل بعد ما خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات الوصفه عجبتكم ولا لا.